طب لو انت فهمت الدرس ده كويس وبدات تعيش بصدق مع نفسك، بس لقيت حد قريب منك، حد بتحبه بيعيش نفس الكذبه، بيدمر نفسه وهو مش واخد باله، انت بقى المفروض تعمل ايه؟ تسكت وتسيبه يكمل في طريقه الغلط، ولا تتدخل وتخاطر انك تخسره؟ السؤال ده صعب لان مفيش اجابه واحده تنفع مع كل الناس، بس في مبادئ لو مشيت عليها ممكن تقدر تساعد من غير ما تخسر حد. لو الشخص ده مش من قرايبك، لو صاحبك مثلا او زميلك او حد تعرفه بس مش من اهلك، دورك هنا محدود شويه، وده مش عيب، انت مش مسؤول انك تصلحه ومش مسؤول انك تقنعه. دورك الوحيد هو انك تلمح له. يعني ايه بقى تلمح له؟ يعني ما تحاولش تفرض رايك عليه او تقول له انت غلطان، لان ده هيخليه يدافع عن نفسه ويرفضك تماما. بدل كده انت بتلمح له وبتفتح له الطريق، وهو مع الوقت هيفهم ويتغير. الطريقه الاولى، شارك تجربتك انت. لو صاحبك مثلا شغال في شغل مش بتاعه او حتى بيمثل شخصيه مش شخصيته، ما تقولوش انت غلطان، انت لازم تتغير. بدل كده احكي له عن نفسك، قول له مثلا انت عارف انا كنت بعمل كذا وكذا وكنت حاسس اني تايه، لحد ما اكتشفت ان المشكله كانت اني مش بعيش حياتي. الناس بتتعلم من القصص اكتر ما بتتعلم من النصايح. لما تحكي تجربتك الشخصيه انت بتديله مرايه يشوف نفسه فيها من غير ما تحسسه انك بتحكم عليه.